طيب السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ سؤال بيقول ازاي نستخدم كير ليلي لوشن مع المينوكسيديل. بنستخدم الاول كير ليلي لوشن 10 بخات صباحا ومساء على منطقه التاج. هو عباره عن سبراي مائي خفيف بريحه اللافندر، جميل جدا، بيمتص بسرعه، ليف ان، مش محتاج غسيل. بعده بساعه بنستخدم المينوكسيديل 6 بخات صباحا ومساء، والمالتي فيتامين الصبح وبالليل. طيب دكتور، ممكن يتاخد مره في اليوم المينوكسيديل؟ ممكن يتاخد مره في اليوم؟ لا. ليه؟ النهارده الادويه لما نيجي نحسب الجرعات بتاعتها بتبقى حسب التي هاف، حاجه اسمها عمر النصف، اللي هو الدواء ده بيمسك في البلازما بروتين، بيفضل قاعد موجود معاه قد ايه، بعد كده بيقوم سايبه ورايح الكبد او الكلى ويخرج. الفتره دي قد ايه؟ في ادويه بتقعد 12 ساعه، في ادويه بتقعد 7 ساعات، يعني 6 ساعات سوري، في ادويه بتقعد 24 ساعه. الكير ليلوشن بيقعد 12 ساعه، المينوكسيديل بيقعد حوالي تقريبا 18 ساعه. فبالتالي لازم يتاخد مرتين في اليوم، لان الوقت اللي مش هيكون فيه العلاج الجسم هيرجع تاني يوقع. تمام. فما يبقاش ماشيين مثلا 12 خطوه وبعدين نرجع 6 خطوات، عشان يبقى في برنامج سليم وطريقه علاج سليم. يبقى لازم نتاخد بالجرعات اللي انا قلت عليها. بعد ما نخف نقعد 6 شهور، بعد ما نخف ان شاء الله وامورنا كويسه ممكن نقلل شويه، وهتبقى يعني بيزد على حاجات تانية، في معايير تانية بنقيس بيها السن، درجة الصلع، قوة الهرمون، الكلام ده كله بيبقى مقياس بنقيسه. يبقى ده باختصار طريقة الاستخدام. آه، أتمنى الشفاء للجميع، وإن شاء الله تجدوا يعني ما يسركم في الاستخدام. كير للولوشن موجود في كل في صيدليات الطرشوبي على مستوى الجمهورية، مرخص وزارة الصحة. موجود، بيوصل لأي مكان في الدنيا، بس مجرد تتواصلوا مع صفحة الشركة أو تبعتوا لي على الواتس، يعني ممكن إن أنا أيسر عملية التوصيل. بالتوفيق، وأتمنى الشفاء للجميع.